نؤمن بالله دينه لنا وطن، نحن جند المصطفى نستخف بالمحن وبالكتاب. يتواصل اعتصام الصمود في يومه الثامن. احتفالات المولد النبوي وسوء الأحوال الجوية لم يثني المعتصمين عن مواصلة اعتصامهم، بل زادهم توحدا حول مطالبهم. الاعتصام حافظ على بعده الفني، بل وشحن بعبق من الروحانيات لأناشيد علت بها الحناجر ودمعت لها الأعين. هذا الاعتصام هو في يوم الثامن، اندلق يوم 17 جانفي 2013 تحت شعار الصمود من أجل تفعيل العفو العام. جمعهم السجن وجمعتهم المعاناة والملاحقات، ويجمعهم اليوم مطلب واحد: تفعيل العفو التشريعي العام، تفعيل يتحقق به ثاني مطالب الثورة، مطلب الكرامة. اضطهدنا برشا، احنا اولادنا مع ازواجنا تظلمنا برشا، تقصينا من المجتمع هذا، يعني وصلنا واحد حاشم حتى باش يعرف بروحه. انا واحد من الناس هاجرت من الظلم اللي شفته وقصيت وانا وعائلتي. سجينة سياسية، حكمت سنة 87 ب4 سنوات سجن، مضينا بسجن منوبة 7 أشهر. نتمنى على الله ألا يعيدها على أي كان. أول مرسومة خرج في 2011 كان بس يرد الاعتبار وحق هؤلاء، لحد الآن مازال ما تفعلش المنصور عليه. الوقفة نتاع هؤلاء اليوم بعد عامين من الصبر هي لتفعيل العفو التشريعي العام، رد الاعتبار لهؤلاء. تفعيل العفو التشريعي العام مطلب لا شبهة فيه ولا خلاف عليه، فقد كان محل إجماع الطيف السياسي قبل الثورة وبعيدها، لكنه يتحول اليوم إلى موضوع خلاف وأصبح محل تجاذبات سياسية. هكذا عبر المعتصمون واستنكروا: الحكومة خاضعة لمنطق التجاذبات السياسية الذي فرض عليها، حكومة مترددة، حكومة مرتبكة، حكومة هي ضحية عدم التوازن السياسي الموجود. لذلك يعني نخشى أنه معاناة هؤلاء المجتمعين وعائلاتهم يعني تكون خاضعة للتجاذبات السياسية الموجودة. في 18 أكتوبر اللي كان حاضر فيها كل الحزب العمالي الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة وعديد الأحزاب كانت مجمعة على هذا الهدف كهدف من أهداف الثورة. مطلب العفو كان مطلب إجماع لمدة 20 سنة في تونس، إجماع كل الفرقاء السياسيين، كل الناس، في أدبيات حزب العمال الشيوعي التونسي، في لوائح 2006 المؤتمر الحزب الديمقراطي التقدمي، في أدبيات كل الجمعيات الحقوقية، في أدبيات كل الأحزاب السياسية، كان هناك إجماع حول العفو العام وتفعيله. ولكن اليوم هؤلاء يقعون ضحية رغبات سياسية. اعتصام سلمي بثوب فني احتفالي مكسب آخر ينضاف لمكاسب الثورة، فهل يحفظه الساسة اليوم بإخراجه من دائرة التجاذبات السياسية؟ في قصبة الصمود اجتمعوا واختاروا أن يحتفلوا بمولد سيد الخلق هنا، ورفعوا الصوت عاليا مطالبين بتفعيل العفو التشريعي العام، فهل تفعله قصبة أسقطت حكومات ورفعت أخرى؟ سليم الحاج إبراهيم، قناة المتوسط، تونس.